بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا النهاردة هنعمل جاتوه حلو واقتصادي جدا وما شاء الله شكله تحفة. ينفع تاخديه معاك في أي مشوار أو هدية لأي حد يكون عزيز عليك، وعيد الأم قرب بقى، وتعمليه بأسهل طريقة إن شاء الله. إن شاء الله يعجبك، وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي فيديو جديد أنزله إن شاء الله. وما ننساش بقى نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما نبدأ. شايفين ما شاء الله حاجة فخمة بجد وسهل جدا وبسيط. هنحط كده 3 بيضات في العجان، عليهم نص كوباية سكر، عليهم معلقة صغيرة ملانة محسن، وعليهم معلقة فانيليا سائل أو بودر الموجود. تمام، ومعلقة خل صغيرة. وهنا لسه هحط المحسن الجل، وهنحط بقى كوباية ونص دقيق، وعليهم معلقتين كبار نشا بالشكل ده كده، وننخلهم كلهم مع بعض. وما ننساش معلقة صغيرة بيكنج باودر. ننخلهم كلهم كويس كده على الخليط اللي عملناه، ونحط عليهم نص كوباية مية تكون ساقعة، ونضربهم في العجان كويس. وبعدين لما يوصلوا للقوام ده هنحط نص الخليط بالظبط في صاج 30 في 40، والنص التاني هنحط عليه معلقة كاكاو خام، بحيث ان احنا نعمل الجاتو فانيليا وشوكولاتة من صاج واحد. يعني هنحط في الصاج كيك فانيليا وشوكولاتة الاتنين مع بعض. قسمت الخليط بالنص زي ما انتم شايفين كده، وحطيت على الطبقة على الكمية التانية بقية الخليط يعني معلقة الكاكاو، وحطيتها بالشكل ده كده. لو لقيت الخليط تقيل معاكي زودي عليهم معلقة مية وقلبيهم، هيبقى كويس جدا. عفوا. نفرد بقى الخليط كده كويس قوي، لو راحوا على بعض زي ما انتم شايفين كده مفيش مشكلة خالص، ده هيطلع في القشرة بتاعة الكيك من فوق. ندخلهم بقى الفرن لمدة 10 دقايق على حسب الفرن بتاعك، واطلعهم اغطيهم بفوطة واسيبهم لما يبردوا تماما. وبعدين اخلصهم يعني اعملهم كده بطرف السكينة او حاجة، اخلصهم كده من الصاج. وبعدين اقشر الكيك بالشكل ده كده. شايفين انت بتقشري الالوان مش داخله في بعض خالص، الكيك الشوكولاته مش داخل في الفانيليا ولا الفانيليا داخله في الشوكولاته، كل حاجه لوحدها. تمام. هقشرهم بقى زي ما انتم شايفين، واقلب الصاج كده واشيل ورقه الزبده، واحاول على قد ما تقدري تقسمي بقى الخليط بالظبط. بس هو الصاج كانت لهف مني شويه، كانت النار علت وانا ما خدتش بالي، بس مش مشكله خالص. انا سبتها قلت اعملها قدامكم عشان لو حد اتحط في الموقف ده هتقشريها وما فيش مشكله خالص. شايفين بعد ما اتقشرت مش باين خالص ان كان فيها اي حاجه. بظهر السكينه كده، وحطي اللي هو الغامق شويه ده يطلع معاكي. هنقسم بقى الصاج كده 11 سنتي. احنا هنعمل طبقتين فانيليا وطبقتين شوكولاته، بحيث ان احنا نعمل نص دستة فانيليا ونص دستة شوكولاته. كل طبقه هتبقى 11 سنتي بالشكل ده كده. احنا هنعمل الجاتو طبقتين بس عشان يبقى سهل كده وبسيط معانا. ولو حابه تعملي 3 طبقات بقى هتعملي صاج تاني. بس هو الطبقتين ما شاء الله حلو، حجمه حلو برضه. احنا بنجيبهم من المحلات بيبقى اصغر من كده بكتير. هنحط بقى كده طبقة من الفانيليا وطبقة من الشوكولاتة على قاعدة كده او على قطاعة عندك، وبعدين نسقيه بسيرب خفيف بالشكل ده كده. ونضرب بقى كوباية كريم شانتيه عليها كوباية مية فيها تلج. لو في البرد هتضربي كوباية وربع مية، لو في الحر هتضربي كوباية بس كوباية بس مية، ما تكتريش. وعليهم ربع كوباية سكر، وعليهم معلقة ملانة كريمة باستري بالشكل ده كده. ونضربهم بقى لما يوصلوا للقوام ده، نحطهم بقى في كيس حلواني. ونحط طبقة من الكريمة كده كويسة، لأن هي تبقى طبقة كريمة واحدة، لازم تبقى طبقة حلوة كده، متبقاش رقيقة. وهنحط طبقة الكيك التانية، نحاول نظبط الكيك متساوي كده مع بعضه، مع الطبقة اللي تحت، عشان ما تبقاش ما تتهدرش مني وانا بقطعها. هسقي بقى الكيك كده بسيرب خفيف بالشكل ده كده. ما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة اللي لسه مشتركش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. ومعلش بقى اتأخرت عليكم الفترة اللي فاتت ما نزلتش فيديوهات. نحط بقى اخر طبقة من الكريمة بالشكل ده كده. انا بحط بالكيس الحلواني. كيس الحلواني بيخلي طبقات الكريمة كلها زي بعض، يعني ما يبقاش مكان في كريمة كتير ومكان لأ. بيظبط كده الكريمة على الكيك والطرات والحاجات دي. بسكرابر بقى كده هنظبط الكريمة من فوق بالشكل ده كده. شايفين ما شاء الله الكريمة بتسفرد معايا بسهولة. وهنظبطها برضو دلوقتي بالشكل ده كده. من ناحية بقى المشنشرة، لو عايزاها مشنشرة من الترانش اللي معايا ده،
هتشنشريه هتشنشري الكريمة، عايزاه مش مشنشر هتعمليه بالناحية الناعمة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. نظبط بقى كده جوانب الكريمة، اي كريمة كده طالعة من الكيك نظبطها بالشكل ده كده. ندخله بقى الفريزر لمدة ساعة او ساعتين، او على حسب انت هتعمليه امتى. ممكن تعملي قبلها بيوم وتبيتي تاني يوم الصبح، مفيش مشكلة خالص، بس لازم في الفريزر عشان لما تيجي تقطعيه يبقى كويس معاكي. طلعته انا بقى من الفريزر. انا هعمل الجاتو ده ميكس. هحط نوتيلا بيضة مسيحة، معلقتين زيت على الفانيليا، على جاتو الفانيليا، وافرده كده بالشكل ده كده. حطيته على نص بس، بحيث ان بحيث ان قطعة الجاتو يبقى عليها طعمين مختلفين. هحط على نصها التاني زبدة لوتس مسيحاها برضو بمعلقتين زيت بالشكل ده كده. بس حاولوا تقلبها كويس، لان دي برضو ما خدتش بالي ان فيها حاجة الا وانا بفردها ما كانش اتقلبت كويس يعني، بس مش مشكلة خالص. هنفرد بقى طبقة اللوتس بالشكل ده كده، وجنبها طبقة النوتيلا البيضة بالشكل ده كده. الصوصات بقى والمكسات ديت على حسب الطعم اللي انت عاوزاه، او على حسب انت حابة تعمليه ازاي. تمام تمام تمام. نفردها بقى كويس قوي بالشكل ده كده. وهحط بقى على جاتو الشوكولاتة، هحط على نص منه برضو نوتيلا، بس النوتيلا السما اللي هي الشوكولاتة اللي هي الغامقة، مسيحة برضو بمعلقتين زيت. هفردها برضو على على نص الجاتو بالشكل ده كده. انا قلت اما اغير كده واخلي قطعة الجاتو طعمين مختلفين في قطعة واحدة، عشان يبقى ايه تغيير يعني مش اكتر. بس انت اللي انت حابب اعمليه، او الموجود عندكم اعملي بيه، مفيش مشكلة خالص، متوقفيش نفسك على اي حاجة. النص التاني بقى هحط عليه جناش شوكولاتة إيه مسيحة برضو لو انت عاملاه يعني من بدري تسيحيه بقى على حمام مائي عشان يسيح معاكي كده ويبقى سهل ان هو يتفرد. وبظهر معلقة هنفرد الصوصات دي كلها، ما يعني إيه بالراحة كده عشان الكريمة ما تتبهدلش منك. وعشان اديله بس شكل كده عملته بخلة شيش طاووق، دخلت بس الالوان في بعض يديلها بس منظر حلو. وهعمل برضو جاتو الشوكولاتة بنفس النظام بالشكل ده كده. ممكن تسيبها برضو ما تعملهاش بالخلة، بس انا قلت يبقى الشكل احلى شوية. تمام كده تمام تمام. ما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في الكومنتات على جاتو النهارده ايه، يا رب يكون عجبكم. وطريقة سهلة واقتصادية جدا. هقطع بقى كده الجوانب بتاعة الكيك بالشكل ده كده. ممكن تحطيه بعد ما حطينا صوصات، لو قدامك وقت يعني ممكن تحطيه بعد ما حطينا صوصات نص ساعة كمان في الفريزر. إيه لو ما فيش قدامك وقت عادي قطعيه بقى على طول. إيه بس بين كل مرة ومرة احط كده الترانش في. انا جنبي شفشق فيه مية سخنة. بين كل مرة ومرة هحط الترانش فيه عشان يسهل عليا التقطيع. لو ما حطيتوش في مية لو ما حطيتوش في مية سخنة مش هيبقى سهل معايا، خصوصا لو الجاتو متجمد بتبقى صعب شوية. المية السخنة بتسهل عليك التقطيع. قطعته بقى كله بالشكل ده كده. واقطع بقى الجاتو بالشكل اللي انت شايفينه ده. تقسي بقى 4 سنتي او 5 سنتي زي ما تحبي. انا بعمله بصوابع كده يعني. الصوابع دي بتعمل معايا 4.5 او 5 سنتي على حسب بقى الحجم اللي انت عاوزاه. قطعته كله بالشكل ده كده. والم... والمكان الاخير ده عملت القطعة فيه مثلثة اللي هي الفانيليا ده. وحطيت بقى على اللوتس بسكوت لوتس. وهحط كده على النوتيلا البيضة ده كيك ريد فيلفت اللي انا فرماه حاطاه في الفريزر بزين بيه بالشكل ده كده. وبسكوت لوتس قسمت كل واحدة كده 2، وحطيت على كل قطعة نص واحدة. والشوكولاتة بقى كسرت كده بسكوت ويفر. بسكوت اللي هو الويفر اللي بالشوكولاتة ده. كسرته كده بالسكينة وهزين بيه برضو بالشكل ده كده، بدي منظر حلو. واحط بقى شوية كريسبيات كده شوكولاتة، او لو عندك ورق ترانسفير اعمليه بشوكولاتة وحطيه. التزيين بقى حسب الرغبة وحسب المتوفر عندك. عملت بكريسبي اهو، عملته بورق ترانسفير برضو. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، تحفة بجد. وشكله جميل جدا. شايفين ما شاء الله اللهم بارك، جميل جدا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم. وما تنسوش بقى اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي فيديو جديد انزله ان شاء الله. وما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ايه رايكم في جاتو النهارده. سلام عليكم.